السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو أريكم طريقة لرسم قطرة الماء أو دمعة العين بطريقة سهلة جدا. ما عليكم إلا اتباع الفيديو إلى الأخير. في البداية كما تشاهدون نقوم برسم الشكل الخارجي للقطرة ويكون بهذا الشكل. نقوم بالتعديل عليها تعديل طفيف كما تشاهدون. والآن نضيف أو نضع هذه النقاط، هذه خاصة ببقعة الضوء أو لمعة الدمعة. بعدها ننتقل إلى رسم شكل مختلف عن القطرة الأولى، احترافي أكثر نوعا ما. إذا ما عليك إلا اختيار الشكل الأول أو الثاني، والشكل الأول يكون أسهل، أما الشكل الثاني يكون نوعا ما متعرج أو صعب قليلا. ونضع في هذا المكان بقعة الضوء أو اللمعان. إذا بعدها نقوم بوضع طبقة خفيفة بقلم الرصاص للتلوين، هذه الجهة خاصة بي ستكون مواجهة للضوء، ولكن في رسم الماء الأمر يختلف عن الأشكال الأخرى. في الماء الجهة المواجهة للضوء سوف يكون فيها ظل. بعد الانتهاء نأخذ كما تشاهدون أنا أخذت إسفنجة، ويمكنك استخدام منديل ورقي أو قلم الدمج كما تشاء. إذا أضيف قلم الدمج وأواصل وأضع القليل في الجهتين. بعد الانتهاء آخذ قلم الرصاص ب3 وأحاول أن أضيف طبقة أخرى فوق الطبقة الأولى بهذه الطريقة. بعد الانتهاء أستعمل قلم الدمج من جديد وأدمج الطبقة الأولى مع الثانية، ويكون بالتدريج حتى يكون فيها شكل ثلاثي الأبعاد. بعدها أستعمل الممحات وأمحي المكان الذي سوف يبقى أبيض أو يكون فيه لمعة الضوء، وأواصل بالدمج. بعدها قلم الرصاص ب3. الآن أنتقل إلى الجهة المقابلة للدمعة وأضيف هذه وأقوم برسم الظل. في البداية أضع المكان المخصص للضوء وهو ما يشبه مثلث، وفي الجانبين يكون هناك ظل، واتبع هذه الخطوات كما تشاهد. بعدها أستعمل قلم الدمج أو المنديل الورقي وأواصل بقلم الرصاص والممحات. ما عليك إلا اتباع هذه الخطوات حتى تتمكن من إتقان هذه التقنيات السهلة. هي تقنيات سهلة، ولكن فقط في البداية يمكن أن تظهر لك أنها صعبة، ولكن مع التمرين يمكنك رسم جميل جدا. إذا أستعمل قلم الدمج بهذه الطريقة كما تشاهدون لأدمج جميع الطبقات. بعدها أنتقل إلى الشكل الثاني من الدمعة وأتبع الجميع أو نفس الخطوات، ولكن في هذه الدمعة هناك تعرجات، سوف يكون هناك اختلاف صغير نوعا ما. عندما تقوم بالتلوين في هذا المكان لا تنسى المكان المخصص للضوء، أو استعمل الممحات. وإن كان لك قلم أبيض جل أبيض يكون أفضل. في الأخير تضع نقطتين أو غير ذلك ويكون
شكلها جميل. أنا حاليا سوف أكتفي بالميم-حات وترك ذلك المكان الأبيض لكي يشاهد جميع المبتدئين، وأواصل بقلم الدمج. إذن بدأ أستعمل قلم الرصاص ب3، قلم رصاص ب3، وإن لم يكن لك ممكن يكون لك قلم ب2 أو ب4، وحتى وإن كان لك قلم رصاص واحد فقط يمكنك الضغط عليه. استعملت الآن طبقة خفيفة من قلم الرصاص ب6 لأضع طبقة قادمة نوعا ما. إذن الآن أنتقل إلى الطبقة الأخرى أو الجهة الأخرى خاصة ظل قطرة الماء، وهي أو نفس الطريقة المتبعة في القطرة الأولى. هذا هو الشكل النهائي للرسم. أتمنى أن يعجبكم الفيديو، ولا تنسونا بالاشتراك والإعجاب بالفيديو.